في طريقة لبعض المزارعين بيخطئوا ويعملوها، طريقة خاطئة لزراعة الخس. أول هام ده الخس اللي قدامكم زي ما انتم شايفين، او دلوقتي هقول لكم على الطريقة اللي هي خطأ وكل الناس المزارعين بتغلط وبتعملها. اول هام ما تنسوش بس تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، ويلا بينا نبدأ الشرح. اول هام زي ما انتم شايفين الخاصة طبعا واحدة طالعة وواحدة لا، وهي هنا المشكلة. زي ما انتم شايفين باقي الحوض كله مش طالع، مفيش غير هنا كم واحدة بالشكل اللي انتم شايفين. ليه عمل كده؟ عشان المزارعين لما يجي يرش يزرعوا الخس بيرشوا رش، يمسك مثلا التقاوي ويرش رش بالطريقة اللي انتم شايفينها، يرش رش. لا، انا اعرف يزرع بالنقرة، تبحث نقرة كده في الارض وتحط فيها الخس، وتبدأ تقفل عليها. لكن الرش كده ما ينفعش، وهي دي طريقة الخطأ. الرش ما ينفعش، تمام. ولازم تبقى التربة هاوية، مش كل المكان تزرع في الخس. زي ما انتم شايفين التربة هنا، بص التربة هنا كابسة، الأرض هنا كابسة، الرمل كابسة، الرملة بقيتها رمل صفرة. طب بصوا هنا كده بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، بصوا الحوض ده فيه ايه كتير طالع. بصوا الحوض اللي انتم شايفينه ده طالع فيه كتير طالع بالشكل اللي انتم شايفينه. وده اللي هو طالع ده اللي انتم شايفينه ده كرات، تمام. الطريقة دي ما تنسوش تنشر الفيديو ده لكل المزارعين، عشان الطريقة دي اللي هم بيعملوها طريقة خطأ لزراعة الخس بالشكل اللي انتم شايفينه. ده الخس هنا، ها الخس. خاصة بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا ده واحد جاني وقال لي عندي شوية خس، تعال بص عليهم، حتة طالعة وحتة لا. لما جيت هنا بقى شفت الوضع ما عجبنيش. بص قد ايه مش طالع. ده الخاص بالشكل اللي انتم شايفينه. والسلام عليكم ورحمة الله.